بيبتدي فيلمنا يوم خطوبة بطلتنا أليس وحبيبها نت، وكان واضح من فرحتهم ونظرتهم لبعض إنهم بيحبوا بعض جدا، وكانوا بيحتفلوا مع كل العيلة وأصحابهم لحد ما في يوم من الأيام بتخرج أليس تقضي وقت لطيف مع نانسي أخت خطيبها نت وجوزها جاك، وهم في العربية بيبدأوا يتكلموا ويهزروا ويضحكوا لحد ما أليس بتطلع تليفونها وبتبص على خريطة الطريق. فجأة ظهر حفره قدامها وعملوا حادثة، علشان بعدها على طول نروح لابو نانسي الجد دان مع حفيدته ريان. وللأسف بعد ما بيرجعها من الجامعة بيجيله الخبر فبيتصدم ومش بيرضى يقول لحفيدته، لأنها لو عرفت إن أبوها وأمها ماتوا هتنهار، وعشان كده نزلها قدام البيت. وبعد ما اطمن عليها راح للمستشفى، وهناك كان واقف يراقب أليس من بره اللي كانت حالتها صعبة جدا ويادوب لسه فايقة من الغيبوبة اللي كانت فيها. بعدها بثواني بسيطة بيوصلوا رجال الشرطة عشان يكملوا معاه التحقيق، لكن للأسف نيت بيحاول يخرجهم قبل ما يتكلموا لأنها ما تعرفش أي حاجة، ولو عرفت ممكن حالتها تسوء. بس هما كانوا مصرين وحصلت مشادة ما بينهم في الكلام، فاضطر حبيبها يقول لها الحقيقة ويعرفها إن نانسي وجاك ماتوا. بعد فترة من الوقت بنشوف بطلتنا وهي محبوسة في شقتها مش بتخرج منها، عايشة في الضلمة وسط الكركبة والبهدلة، وبتقص شعرها من شدة الحزن واليأس اللي عايشة فيه، ومش بتخرج أبدا لأنها لسه حاسة بالذنب وتأنيب الضمير، وأمها هي اللي بتيجي تنظف لها الشقة من وقت للتاني. وعشان كده أمها بتزعل وبتتخانق معاها وبتفضل تقول لها تبطل الحبوب المنومة اللي بتاخدها وتهتم بصحتها شوية، وتنزل تدور لها على شغل بدل الحزن والحياة الكئيبة اللي دافنة نفسها وسطيهم. فأليس مش بترد عليها ولا بتهتم لكلامها، وبتطلع أوضتها بسرعة وبتاخد منها علبة برشام الحبوب المنومة عشان تخبيها منها. فأمها هي كمان بتجري وراها وبتحاول تاخدها منها، وبعد خناقة ومشادة بينهم بتقدر الأم تاخد منها العلبة وبتفضيها كلها في التواليت. فزعقت لها أليس وبتسيبها وبتخرج من البيت تماما لأنها لسه مش جاهزة نفسيا إنها تشوف أو تتكلم مع حد. بعدها بنرجع تاني لريان وهي بتلعب ماتش كرة في الجامعة، وبيكون واضح عليها إنها بقت عصبية قوي بعد ما عرفت بموت أهلها، وبتيجي بنت من فريق الخصم وبتتعمد تهينها وبتعايرها إن أمها ماتت. فالبنت مش بتقدر تتحمل وبتخرج عن شعورها وبتضربها علقة جامدة. وقتها كانت أليس لسه بتلف في الشوارع وبدأت تتعب، فاضطرت تروح للصيدلية، وهناك حاولت تشتري نفس نوع البرشام المنوم مرة تانية، لكن الدكتورة لما دخلت على جهاز الكمبيوتر عرفت إنها بتاخده من سنة والمفروض إنها ما تاخدوش أكتر من كده وإلا هتدخل في حالة إدمان، وعشان كده رفضت ومرضيتش تدي ليها. فرجعت البيت وفضلت تطلع كل طاقتها السلبية في الرياضة، وبعدين برضه ما لقيتش نتيجة، فدخلت الحمام تدور في كل الأدوية اللي موجودة عندها على أي حاجة مهدئة أو منومة لحد ما بتلاقي دواء كحة، فبتشرب الإزازة كلها على بق واحد، وخلال ثواني بتروح في 7 نومة، وبتبدأ تحلم بالحادثة وتشوف كوابيس كتير. ولما بيطلع الصبح بتروح تقابل صديقتها المقربة اللي كانت شغالة معاها في الشركة، وبتطلب منها تروح للصيدلية وتجيب لها البرشام على اسمها هي. ولما صاحبتها بترفض لأنها خايفة عليها وعلى صحتها، بتضطر أليس إنها تهددها بعلاقتها السرية مع زميلها الأسمر، وإن جوزها لو عرف أكيد هيطلقها. فالبنت زعلت منها وما فرقش معاها التهديد وسابتها وقامت مشيت. أما هي فما كانتش عارفة تعمل إيه، واضطرت تطلع من الكافيه وتروح البار، وهناك بتبدأ تشرب وتسكر عشان تنسى همومها. وفي البار بتقابل 2 شباب كانوا صحابها من أيام المرحلة الثانوية، بس ما كانوش صحاب قوي، وواضح من كلامهم إن أليس كانت بتتنمر عليهم، وبتسألهم إزاي تقدر تاخد ويسكي هنا ببلاش لأنها مش معاها فلوس. فهم فهموا إنها بتقول لهم كده عشان هم اللي يحاسبوا لها على المشاريب، وهو بيفضلوا يضحكوا ويتريقوا عليها. وقام مارك وقرب منها وقال لها إنه مستعد يحاسب لها على المشاريب وكمان يجيب لها المخدرات اللي هي عايزاها، بس بشرط تعترف. وبتقول بصوت عالي أنا مدمنة مخدرات. في الأول هي بتتردد شوية، لكنه اتعصب عليها جامد وفضل يضغط عليها لحد ما أجبرها تعترف، فاضطرت إنها تعترف لأنها مش معاها فلوس. وفي النهاية مارك فعلا دفع لها الحساب وكمان خلاها تشرب معاهم مخدرات، ودي كانت أول مرة تضرب فيها كوكايين، وعشان كده تعبت جدا ورجعت. ولما رجعت البيت لقيت أمها متوترة وخايفة عليها، وأول ما شافتها حضنتها وفضلت تعتذر منها عشان الأدوية بتاعتها، وكمان جابت لها برشام منوم غير اللي رميته. أما الجد داني فبيروح يطمن على حفيدته ريان، بس للأسف بيلاقيها مع شاب في السرير، فبيزعق للولد، وبعد ما بيطرده بيعاقبها هي وبياخد منها التليفون، وده بالنسبة لهم عقاب جامد حبتين، الحمد لله على نعمة الإسلام. وبعدها بدأ داني يتعب هو كمان نفسيا، يعني من الآخر كده العيلة كلها اتدمرت بعد الحادثة دي، وكل واحد فيهم كان بيهرب من الواقع بطريقته الخاصة.
حتى داني لما رجع تاني للشرب عشان ينسى فقدان بنته ومعاناته مع ريان اللي بتتعمد تدمر نفسها وهو بيحاول يحميها طول الوقت. وفي يوم من الأيام بيروح يحضر اجتماع من الاجتماعات الجماعية للعلاج النفسي على الإدمان، وهناك بيلاقي أليس جاء تحضر الاجتماع، وأول ما شافته خرجت عشان تهرب منه، لكن هو كمان خرج وراها وطلب منها تكمل ولازم تبقى قوية أكتر من كده. فسمعت كلامه ودخلت حضرت الاجتماع، وبعدها بيوم بيخرج تاني يشم شوية هوا وبيتفاجئ بابنه نيت جاي يطمن عليه، وبيعرفوا إن ريان هي اللي بعتته لأنها قلقانة عليه، وبيقعد يتكلم معاه وبيطلب منه ما يسافرش ويرجع لأليس لأنها محتاجة له قوي، بس هو كان مصر على اللي في دماغه وقال له إن هي اللي سابته عشان كده هو لازم يسافر. لكنه لما بيوصل محطة القطر بيكون مشتت ومتردد، وبيطلع صور وفيديوهات حبيبته أليس وبيقعد يتفرج عليها، وغصب عنه بيحن لها لأنه لسه بيحبها. في اليوم اللي بعده بيخرج داني هو وأليس يشربوا قهوة في الكافيه، وبيبدأوا يدردشوا ويحكوا ويتكلموا مع بعض في كل حاجة، لدرجة إنه بيقول لها على اللي حفيدته ريان عملته، فهي بتنصحه يتكلم معاه بشويش ويقول لها تعمل احتياطاتها الطبية قبل ما تفكر تعمل حاجة زي كده مرة تانية. وفي اليوم اللي بعده بتخرج أليس من الاجتماع وبتفضل تتمشى هي والمدربة بتاعتها اللي اسمها مايا، واللي بتسألها عن أهلها وعيلتها. فأليس بتقول لها إن أبوها ساب أمها من حوالي 15 سنة واتجوز واحدة تانية غير أمهم، هو حاليا عنده طفلين توأم عمرهم 10 سنين، وأمها مع الوقت بدأت تتأقلم وتتعود على عدم وجوده في حياتهم، وبتكلمها شوية عن خطيبها اللي سابها وتخلى عنها. وفي النهاية بتقول لها مايا الأفضل لأنها لما تيجي تحضر الاجتماع بعد كده تكون فايقة ومش واخدة أي مخدر زي دلوقتي، وعرفتها كمان إنها الفترة الجاية هتحضر 90 اجتماع خلال 90 يوم بشكل متتالي عشان تقدر تخرج من الحالة اللي هي فيها وفي أسرع وقت كمان. فأليس بتسمع الكلام وبتروح تحضر تاني يوم، وأثناء الاجتماع بتقول لهم على السبب اللي تعبها نفسيا، وهي إنها في يوم من الأيام كانت تحت تأثير المخدر وراحت تخرج مع صاحبتها وجوزها، وللأسف عملت حادثة وهما الاتنين ماتوا بسببها وسابوا بنتهم في الدنيا لوحدها. أما هي فعملت عملية في راسها أثرت عليها بالسلب وبتخليها تحس بوجع وتشنجات من وقت للتاني، وعشان كده كان لازم تاخد أدوية كتير. لكن مش ده اللي تعبها، واللي وجعها أكتر هو ضميرها اللي بيأنبها كل يوم على موتهم. وبعد ما خلص الاجتماع خرج داني وأليس مع بعض وأخدها لمعمله الخاص اللي بيصنع فيه الألعاب، وقضوا فيه وقت لطيف جدا، واضح جدا إنهم بقوا أصحاب مقربين جدا من بعض. وفي اللحظة دي بتدخل ريان وبترجع من المدرسة عشان تتفاجئ بأليس موجودة في البيت، وأليس لما بتشوفها بتبقى عايزة تهرب وتمشي بسرعة قبل ما تقدر تتعرف عليها وتكتشف إن هي اللي قتلت أبوها وأمها. لكن قبل ما تمشي كانت البنت عرفتها على طول، أول ما شافتها وقفتها قبل ما تمشي وقالت لها أنا عارفاكي، أنت خطيبة خالي نت، يعني أنت اللي كنت معاهم في العربية وأنت السبب في موتهم. إيه البجاحة دي؟ بأي بجاحة جاية هنا البيت اللي عاشوا فيه؟ وبتعرفها إنهم كانوا ناويين يتفرجوا على مسرحية كوميدية وسهروا كلهم سوا في نفس اليوم ماتوا فيه. فردت عليها أليس وقالت لها اوعي تفتكري إن أنا مرتاحة كل يوم بتمنى إني كنت أموت معاهم. وقبل ما تمشي بيوقفها داني وبيطلب منها تقعد تتعشى معاهم. اي نعم هي ريان في الاول بتكون متضايقه منه، لكن في الاخر بيتعشوا هما التلاتة سوا وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. اما ريان فبتبصلها بحقد وبتسلخها اسئله كتير زي هل هي مدمنه على الكحوليات زي جدها ولا لا. قالت لها لا، هي ما عندهاش مشكله مع الكحول ومشكلتها كلها في برشام المنوم. وقبل ما تقول لها اسمه كانت ريان قالت لها هي الاسم، فجدها استغرب هي عرفت البرشام ده منين، فعرفته ان اصحابها في المدرسه بيشربوا وبيدخنوا كمان، وبتقول لهم كمان انها ناويه تسافر تكمل تعليمها في اليابان بعد ما تفوز بالمنحه الدراسيه. فجدها ضحك عليها لانها ازاي هتفوز بالمنحه وهي اصلا سابت فريق الكره بتاع المدرسه، فبتتضايق منه وبتعرفه انها مش ناويه تسيب الفريق بشكل نهائي وكده كده هترجع له تاني. وبعد ما بينتهي الحوار ما بينهم بتقوم أليس عشان تروح، بس قبل ما تمشي بتكتب لها رقمها على ورقه وبتقول لها لو حابه تتكلمي مع حد انا موجوده في اي وقت. وطبعا هي ما كانتش متوقعه خالص انها هتتواصل معاها، لكنها اتفاجئت برسالة بتوصل لها منها تاني يوم وبتعزمها على أول ماتش ليها بعد رجوعها. وفي اليوم اللي بعده بيتكلموا وبيتقابلوا تاني في الكافيه، وقتها هي بتتعمد تعرفها إن خالها نت خطب وبقى في بنت تانية في حياته من حوالي 4 شهور واحتمال كبير يتجوزوا قريب. فأليس لما بتسمع منها الكلام ده بتتعصب جدا وبتدخل الحمام عشان محدش يشوف دموعها، ودخلت عنده على الانستجرام واول ما بتشوف صوره مع حبيبته الجديده بتنهار وبتتوجع جدا لانها لسه بتحبه. وبعد ما بترجع البيت بترجع تاني للمخدرات وبتضرب كميه كبيره من البودره والمخدرات لحد ما حالتها بتبقى صعبه. ولما بيطلع الصبح بتدخل الحمام وبتشرب كميه كبيره من البرشام
وبتحاول تنتحر، لكن ساعتها بتغمض عيونها وبتشوف صورة حبيبها نت، فبترجع في كلامها وبترجع البرشام من بقها وبتفوق في آخر لحظة. ولما بيجي الليل بيخرجوا هما الاتنين تاني يسهروا مع بعض وبيروحوا يحضروا حفلة غنائية، وهناك ريان بتخرج شوية وبترجع وهي معاها نيت وخطيبته جوليا، لأنها عزمتهم على الحفلة من غير ما تقولهم إن أليس معاها، وكمان كدبت على أليس. تحسوا كده إنها بتنتهم منها بس بالراحة. وأليس لما شافتهم اتصدمت وقلبها وجعها لدرجة إنها هربت من قدامهم بسرعة قبل ما نيت يشوف دموعها. أما نيت فكان بيحاول يدار حبه ليها بالعافية، وبعد ما زعق لريان طلب منها تروح تشوفها وتطمن عليها. ولما راحت لها أليس اتعصبت عليها وقالت لها انت بتحاولي تنتقمي مني مش كده، فهي فضلت تحلف لها ان نيتها كانت بريئة وما تقصدش اي حاجة زي ما هي فاهمة. وقتها عدى من جنبهم الشاب اللي جدها قفشوا معاها قبل كده، عزمهم على حفلة قريبة من هنا فراحوا معاه بدون تفكير. في الوقت ده كان داني قلقان على حفيدته وقلب الدنيا عليها مش عارف يوصل لها لانهم قافلين تليفوناتهم، لحد ما في الاخر أليس بتفتح تليفونها وبيقدر داني يعرف مكانهم هو ومايا من خلال الGPS وبيروح لهم على طول. ولما بيوصلوا بيلاقوا ريان مع نفس الشاب في الأوضة، بس المرة دي فاقدة الوعي بسبب كمية المخدر اللي شربتها وهي مش متعودة عليها. فداني بيطلع المسدس وبيرفعه على الولد، لكن نيت بيوصل في الوقت المناسب وبيقدر يوقفه وبياخدوهم وبيخرجوا. وبعد ما بيخرجوا بينفجر داني في وش أليس وبيقول لها ان انا حاولت اكرهك لكن معرفتش، ومفيش ولا مرة حاولت الومك على موت بنتي، بس ده ما يمنعش انك انت السبب في موتهم، ويا ريت تبعد عن ريان وكفايه لحد كده. فأليس انهارت وكان الكلام زي السيف اللي قطع قلبها القطع، لكنه في نفس الوقت فوقها من الدوامة اللي كانت فيها، لأنها بعدها على طول بتنتقل للمصحة وبتبدأ رحلة العلاج من الإدمان. أما ريان فبتبدأ هي كمان ترجع لحياتها الطبيعية، وبعد فترة من الوقت والعلاج بدأت أليس تسترد قوتها وصحتها. وبعد كام يوم كمان جه نيت عشان يطمن عليها، وكان واضح قوي نظرات حبه ليها. أما هي ففضلت تعتذر منه عشان اتخلت عنه، وإنها المفروض كانت تفهم حزنه وتقرب منه أكتر، وبتعتذر له مرة كمان عشان قتلت أخته. فهو قال لها إنه لسه بيحبها وعايز يتجوزها، فطلبت منه يديله وقت لحد ما تتأكد إنها بقت كويس فعلا. بعد حوالي شهر خرجت من المصحة وبدأت تشتغل عازفة موسيقى زي ما كانت بتتمنى، وبنشوف نيت بيكلمها كل يوم يطمن عليها، لكنهم ما كانوش لسه ارتبطوا. وبعد مرور سنة بيموت داني مع الأسف وبيسيب رسالة لأليس بيقول لها فيها انه فرحان جدا عشان اخيرا شاف الضحكة رجعت لوش ابنه من تاني، وانه مبقاش سعيد غير لما هي رجعت له، وبيطلب منها تفضل معاه وما تسيبوش ابدا لا هو ولا ريان، ويبقوا عيلة جميلة ويكونوا اسرة سعيدة. فخرجت وهي ماسكة الرسالة في ايديها واخدت ريان في حضنها، وواضح انهم خلاص بقوا عيلة جميلة وسعيدة. ولحد هنا بيخلص الفيلم. سلام.